ازيكم يا حلوين؟ كل سنة وانتم طيبين. الصيف خلاص، الواحد مش عارف درجة الحرارة دي يعمل فيها ايه. حاسة ان احنا جوه الفرن، مش عارفة في ايه بالظبط. ربنا يهون علينا يا رب عذاب النار يا رب وعذاب جهنم. ان شاء الله نعمل حاجة منعشة كده حلوة لولادنا في الصيف ولينا طبعا، وصحية. تعالوا نعمل مع بعض عصير الليمون بالنعناع ونعمل صوص النعناع. هبدأ الأول نعمل صوص النعناع كده مع بعض. انا جايبه حوالي 3 ربط نعناع. تمام. غسلهم كويس قوي ومصفياهم. هحط هنا كوبايتين سكر زي ما انتم شايفين كده اهو، كوبايتين سكر. واحط عليهم كوبايه ميه، يعني الميه السكر ضعف الميه. تمام كده. وهبدأ بقى اجيب النعناع، اتخلص من الجزء الناشف اللي بيبقى في اخر الساق كده بتاع النعناع، وهنقطعه بالطريقة اللي انتوا هتشوفوها معايا دي اهو. هتخلص من الجزء اللي ورا ده، هو لونه غامق كده لكن غسلاه كويس جدا. تمام اهو. هخلي بس الورق، ولو لقيت اي حاجة كده من لونها مش حلو بشيلها عادي وانا بشتغل زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بقى بجيب الورق اقطعه. انا ما بقطفوش ولا حاجة لان العروق بتاعة النعناع هي اللي فيها ريحة النعناع، فلما اقطف النعناع التركيز بتاع النعناع هيكون اقل. تمام. اي حاجة بقى كده هلمها، لو في اي حاجة بشيلها وبلم الباقي كله زي ما انتم شايفين كده. خلاص. وانا طبعا حاطه الميه والسكر على النار. تمام كده. تمام. يغلوا بس 7 دقايق بس، مش عايزاهم يغلوا كتير. هجيبهم بقى قدامكم كده زي ما انتم شايفين اهو كده غلي وهم لسه سخنين. هبدأ بقى احط النعناع فيهم اهو. تمام كده. وهديهم بقى غلوة برضو كمان 5 دقايق كده، واروح طافية عليهم. تمام. زي ما انتم شايفين يا حبايبي اهو، بنزل كل كمية النعناع. هيعملوا لنا كمية حلوة ما تستقلوش بيها، يعني انا حاطة في حلة كبيرة عشان اخد راحتي في في النعناع يعني يبقى حلو. هروح بقى ارجعها على النار، واول ما تغلي كده هزود لها شوية مية كمان عشان حسيت ان النعناع كتير، فهحطها على النار تغلي. وبعد كده طبعا حطيتها على النار غليت وبيتها من بالليل للصبح، يعني هي كده بايته في النعناع، بايت في الميه السخنه والسكر من بالليل للصبح. شايفين كل ما يغمق كده يعني معناته ان التركيز بتاع النعناع نزل في في ال اللي هو الصوص ده. بصفيه طبعا. في ناس بتعمله في الخلاط، طبعا لا، ان بيبقى بينزل بقى حاجات كتير ونغلب في تصفيتها. هو طالما غلي واتنقع من بالليل للصبح خلاص. حتى لو جيت تشم الورق بعد الوقت ده بعد ما اتعصر مش هتلاقي فيه ريحة. انا كده بعصره بالطريقة دي زي ما انتم شايفين جامد جامد كده، وبطلعه زي التفل اهو مفيهوش اي حاجة. وبقلب الكيس عليه كده وبروح رميه على طول اهو. وبشيل بقى اي حاجة. طبعا دي مش تصفية نهائية، دي اول تصفية. بعد كده بلاقي برضو لسه حبيبات صغيرة من الورق الصغير باينة تحت اهيت. هجيب برضو مصفى تاني ضيقة، وهبدأ اصفي الحاجات دي مش هنشوفها خالص، ويبقى الشراب صافي جدا اهو. كلها طلعت على المصفى من فوق، هوريها لكم الحاجات الصغيرة اهي. خلاص كده اتصفى، ودي الكمية كلها حلوة قوي. ولسه هزودها سنة لانه كان تقيل جدا. هبدأ بقى نشوف هنعمل مع بعض. هرجعه تاني على النار، هو بياخد كذا مرحلة على النار. وهبدأ احط له بقى نص ليمونة كده كمادة حافظة، او لو عندك ملح ليمون بين صوابعك كده تحطي حبة بس. عشان لو حطيتيه فترة ما يسكرش وكده. هنشيل بقى البذرة بتاعتنا دي من الشربات ده. هو تقل طبعا. هبقى ارجعه بقى على النار زي ما قلت لكم. هقلبه، شايفين تقيل ازاي وحلو. هرجعه برضو على النار دقايق، يعني 5 دقايق بس. مجرد ما يغلي بروح طافيه على طول، لان طبعا الليمون اخضر فلازم ياخد غلوة. تمام كده. هنحطه بقى على النار ونشوف الخطوة اللي هنعملها بعد كده.
كل ده احنا بنجهز الصوص النعناع اللي هنعمل بيه عصير الليمون بالنعناع. تمام اهو. طبعا برد غلي اهو، او لسه سخن ما بردش. وهو سخن كده هبدأ بقى ايه، احط اللون عليه، اللون اللي هو يخليه لونه اخضر وجميل. هحط طبعا دي لون جل ماجيك دوت، لون جل غذائي مصرح بيه يعني الحلويات. فبنحط الدرجة اللي احنا عايزينها، فطبعا لازم نحط درجة عشان بعد كده بنخففها بالليمون تبان. بتفضلي تحطي لغايه ما تظبطي اللون، بتشوفي بالمعلقه لغايه ما اللون يبقى ايه كويس جدا معاكي اهو بالشكل ده. حاساه خفيف شويه، هحط له كمان نقطه زي ما انتم شايفين كده اهي نقطه، وهقلب كويس جدا. بنستمر بقى كده ايه نقلب فيه. ومن الافضل انك نحط اللون وهو سخن عشان ايه يختلط بيه كويس جدا وما يفصلش معانا. تمام. طبعا ريحه النعناع طالعه منه وجميله جدا. هنبدا نعمل ايه بقى دلوقتي؟ عصير الليمون. حطينا ليمونتين كده على ايه 3/4 الخلاط، وحطينا سكر خفيف عشان هو اللي هنحط منه الاخضر ده هيبقى فيه سكر مركز. تمام. وهندور الخلاط بقى على الايه عصير الليمون ده زي ما احنا شايفين كده اهو. هنخلط بقى الليمون، عصير ليمون عادي زي اللي بنعمله في البيت عادي اهو. وطبعا بنكون عاملينه بميه ساقعه حلوه عشان ايه يدي نتيجه حلوه احسن من المحلات. وتنعشي البيت كله بالعصير ومفيد جدا. عايزه اقولك النعناع والليمون بيدخلوا في اغلب الادويه، يعني حاجه كده مناعه حلوه قوي للاولاد. هنبدا بقى نصفي الليمون اهو زي ما انت شايفه كده، بنصفيه كله. تمام اهو خلاص كده. ومعانا طبعا الصوص جاهز، صوص النعناع جاهز. هنبدأ نعمل بقى الكوبايات بتاعتنا. لازم يكون في تلج كده حلو مجروش او مكعبات. بتحطي كمية حلوة كده يعني حوالي نص الكوباية تلج او اقل من نصها، حاجة بسيطة. وتجيبي طبعا شرايح الليمون. بتحطي الاول الصوص النعناع اهو جزء صغير خالص، حبة صغيرين خالص كده عشان طبعا في سكر كتير. وبتحطي ايه جزء من الليمون عشان ده بالليمون طعم الليمون يبقى حلو وباين فيه اهي. الكوبايه التانية برضو بتحطي فيها صوص الايه الليمون. وبنزود ايه عصير الايه الليمون مع صوص النعناع. طبعا بيبقى كده متدرج كده بالالوان بتاعته الجميله دي. وعندي طبعا بتحطي بقى طبعا الشفاطات وبتزيني بالليمون. وطبعا اول ما تقدميه طبعا اللي بيشربه بيقلبه، وطبعا بيبقى جميل جدا جدا وطعمه تحفه وشفا طبعا. وان شاء الله انتظرونا، هنعمل حاجات حلوة كتير وعصاير كتير في الفترة اللي جاية عشان الحر ده. وده كان شكله النهائي يا حبايبي. جربوه بالطريقة دي احسن من المحلات واوفر. يعني كوباية زي دي بتخش لها في مبلغ وقدره، وهي ما كلفتناش حاجة في البيت، وجميلة جدا وشيك واخر الجمال. جربوا بالطريقة ديت. واللي وصل لغاية هنا يستغفر ربنا ويدعنا دعوة حلوة، ويا رب تكونوا استفدتوا مني ولو بجزء بسيط. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.